كريستال. السلام عليكم. تعالوا بقى نعمل عجينة القطايف بطريقة سهلة وبسيطة، والمكونات كلها عندنا في البيت. هنحضر كوبايتين مية دافية وكوبايتين دقيق. هنحط كوباية مية وكوباية دقيق، كوباية مية وكوباية دقيق، ومعلقة خميرة ومعلقة سكر ونص معلقة ملح، ونضرب المكونات كويس جدا في الخلاط عشان نعرف عجينة القطايف ناجحة ولا لأ. هنعملها كده بالمعلقة ونعمل خط كده بايدينا. لو سايلة خالص تبقى مش ناجحة، لو عملت خط كده تبقى ناجحة. بس كده سهلة جدا وبسيطة. بعد كده هنسيبها تخمر لمدة نص ساعة، وبعد كده هنحضر طاسة على النار نسيبها تسخن ونعملها واحدة واحدة عشان ما تلزقش في بعض، وهتطلع معاكم طرية وهشة وجميلة. جربوها في البيت وهتنجح معاكم من اول مرة. قولولي بقى في الكومنتات بتحبوا تحشوها ايه. انا بحب احشيها شوكولاتة، بتبقى طعمها لذيذ جدا وجميل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. هتطلع معاكم ناجحة من اول مرة، ولا هتفك معاكم في الزيت ولا اي حاجة. بجد طريقتها سهلة وبسيطة، ولا هتعجن معاكم ولا اي حاجة. والسوا بتاعها تتحكموا فيه زي ما انتوا حابين. انا حابة السوا دوت. يلا جربوها واكتبوا لي في الكومنتات ايه رأيكم، وبتطلع معاكم من كده ولا لا. بكوبايتين دقيق وكوبايتين مية عملنا الكمية دي كلها. بجد دي اسهل طريقة لعمل عجينة القطايف. بجد شكرا على الكلام الحلو بتاعكم والكومنتات الحلوة بتاعتكم. يلا كله يعمل لي لايك واشتراك في القناة ويفعل الجرس.